السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن الغسالة وعن الغسيل. يعني لو غسلتك بقت ريحتها مش حلوة أو حاسة انها ما بقتش بتنظف الهدوم زي الأول، يبقى الفيديو ده ليكي. النهاردة هقولك على طريقة عمل دورة خل للغسالة، وكمان هعرفك على 3 أماكن مهمة جدا أغلبنا بينسى ينظفها، مع انهم السبب الرئيسي في تراكم الروايح والاتساخات. تعالي نرجع غسالتك نظيفة وفريش بأبسط الخطوات. يلا بينا نشوف مع بعض ال3 أماكن المهمة هي ايه. أول حاجة هي درج الغسالة. درج الغسالة موجود طبعا في كل الغسالات وكل ألوان الغسالات زي ما هي الأوتوماتيك. طبعا بتكلم على الأوتوماتيك. نفس النظام بيبقى فيه كده حتة من البلاستيكة كده جوه اللي أنا حطيت صباعي عليها دي بسحب منها الدرج بره. يعني اول تضغطي عليها كده لتحت وبعدين تبداي تسحبي الدرج شويه بشويه كده بره، هيطلع معاكي بكل سهوله. درج الغساله من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نهتم بيها، ونغسلها كويس جدا بميه دافيه وفرشه كده تكون ناعمه، لان بقيه المسحوق، الحاجات المتبقيه منها وكمان المنعم، الحاجات دي كلها بتتراكم جوه وبتسبب ريحه مش حلوه مع الوقت. لو انت تعرفي تطلعيه هتطلعيه وتبداي انك انت بتغسليه ميه دافيه وفرشه. طب لو انت مش بتعرفي تطلعيه بحته كده فوطه نظيفه، وتبداي انك انت تمسحيه كويس بعد كل غسله، تمسحيه كويس خالص، ما تخليش فيه اي حاجه متراكمه جواه. لكن لو طلعتيه ونضفتيه بالميه الدافيه والفرشه، تبداي انك انت تنضفي مكانه. المكان اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده مكان الدرج جوه الغساله. بنضفه بفوطه تكون نظيفه، بشيل اي تراكمات من المسحوق موجوده جواه، لان التراكمات دي زي ما قلت لكم هي بتعمل بكتيريا وبتعمل كمان ريحه مش لطيفه في الغساله. هنا خلاص جبته بقى على الحوض وبدات كده ان انا اغسله بالميه الدافيه وكمان بالفرشه. يبقى كده خلاص ده اول مكان. المكان التاني اللي عايزه اكلمكم عنه في الغساله النهارده، خلينا بناخدها كده من فوق لتحت، وهو كاوتش الغساله. الكاوتش اللي انت اول ما تفتحي الباب بتلاقيها قدامك. الكاوتشه دي بتبقى دايما لما تفتحيها كده وتشيلي ايدك كده، يعني تبداي انك انت تحطي ايدك في الحته اللي في النص في الكاوتشه اللي انا بمسحها بالفوطه دي، طبعا هتتفاجئي بكميه الاتساخات اللي موجوده جواها والرطوبه اللي متجمعه. طبعا انا بوريكم الفوطه كميه الاتساخات اللي موجوده فيها. انا بعمل الدوره دي كل شهر، بس الكاوتشه دي لازم تتمسح على طول. حتى يعني مش هقولك مع كل غسله، اسبوعيا. شوفي انت في الاسبوع بتغسلي كام غسله، اسبوعيا الافضل انك انت تحطي لها خل وكربوناتي وتبداي انك انت تمسحيها بالفوطه. لان هي بتعمل اتساخات وبتسبب ريحه مش حلوه خالص في الغساله. وكمان من الحاجات اللي هتخليها نظيفه معاكي ان انتي تحطي لها خل وكربوناتو الاتنين مع بعض، هيعمل تفاعل فيها وهيشيل اي اتساخات موجوده او متراكمه جواها. كمان بعد كل غسله يا ريت لو تفتحي الغساله وتسيبيها مفتوحه، بس وانتي سايباها مفتوحه يا ريت لو تفصلي الغساله، افصلي الكهرباء منها وسيبيها مفتوحه بعد كل غسله. تتهوى الجلده دي، لازم تتهوى كويس جدا عشان ما تسببش، ما تكومش رطوبه، وكمان تلاقيها ما تعملش اي ريحه في الغساله. المكان اللي بعد كده وهو فلتر الغسالة، المكان اللي تحت خالص فلتر الغسالة، وهتلاقيه باب صغير كده خالص على الجنب. الباب ده عبارة عن مستطيل صغير كده على الجنب، بتفتحيه بتلاقي جواه الفلتر بتاع الغسالة. طبعا الفلتر ده لما تفتحيه، قبل ما تفتحيه تحطي كروانة مثلا صغيرة كده او فوطة او ممسحة بتمسحي بيها المية تحت المكان، لان هي اول ما تفتحي الفلتر هينزل مية كتير جدا منه. بس برضو ضروري ان انا اكون فاصله الغساله من الكهرباء. وبعد ما ينزل كل الميه اللي موجوده في الفلتر، هتلاقي طبعا موجود وبر، هتلاقي شعر، هتلاقي شوائب كتير جدا متجمعه جواه. لان طبعا احنا لو سبناه ما نضفناهوش وسبناه لحد ما الحاجات دي تكون متجمعه جواه وتسده، ده طبعا هيأثر على كفاءه الغساله. ومش بس كده، لا ده كمان كل غسله هتلاقي الغسيل ريحته مش حلوه خالص، وانتي مش هتكوني عارفه السبب جاي من ايه. حتى لو انتي بتنضفي الكاوتشه كويس جدا وما اهتمتيش بتنظيف الفلتر بتاع الغساله، هيكون نفس المشكله موجوده. طبعا بعد ما غسلت درج الغساله في الاول، مش بحطه في الغسال على طول، انا بسيبه يتصفى على فوطه نظيفه، فوطه مطبخ نظيفه، بسيبه يتصفى خالص تماما تماما. برضو كذلك الفلتر اللي انا بغسله بسيبه يتصفى خالص.
هنا بوريكم ان انا لما حطيت في الكاوتشه الخل والكربونات الاتنين مع بعض عملوا تفاعل. طبعا بدات الاتساخات كلها تدوب مع التفاعل ده. طبعا الخطوه دي انا عملتها كده اضافيه، لكن هي اصلا الاساس ان انا هعمله ان انا هعمل دلوقتي دوره الخل للغساله. ان انا هجيب معلقه كبيره من الكربوناتو وهحطها في درج الغساله، وكمان هحط برضو هنا كوبايه مليانه من الخل. هضيفها على الكربوناتو، هيعمل تفاعل هما الاتنين كده مع بعض، والتفاعل ده كله هينزل في الاخر في الغساله، لان انا كده هشغل الغساله على ميه سخنه وهي فاضيه ما فيهاش اي غسيل وما فيهاش اي حاجه خالص، عشان تتنضف وتتعقم كده بالميه السخنه. حطيت الخل على الكربونات وبدأت كده ان انا اشغلها على ميه سخنه كده. عملت دوره الخل للغساله. اعملي التنظيفه دي مره كل شهر، وهتلاحظي فرق كبير في ريحه الغسيل ونظافه الهدوم. ما تنسيش تحفظي الفيديو عشان ترجعي له وقت التنظيف. ده كان فيديو النهارده اللي حبيت اشارككم بيه، يا رب اكون افدتكم، يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي موجوده في الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.